السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا قد الدنيا كلها. النهاردة بقى ايه؟ تنظيفات رمضان وتنظيف المطبخ اللي الكل بيقولي عليه. وزي ما وعدتكم النهاردة عملت لكم بقى ايه؟ روتين جديد وتنظيف جديد كده في المطبخ. زي ما انتوا شايفين الدنيا كلها متكركبة، وعايزين نشيل الحاجات دي كلها ونرتب المطبخ عشان يبقى ايه؟ فله كده ويعجبكم. بس قبل اي حاجة ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. وما تنسوش الانتساب يا جماعة، الانتساب يا ريت تساعدوني كده ايه عشان اقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير. تشتركوا في الانتساب، هتلاقوا عندكم اكتر من مستوى في الانتساب. ادخلوا واشتركوا في الانتساب، وان شاء الله برضو هنزل لكم فيديوهات قبل العيد في الانتساب باذن الله هتعجبكم. النهارده بقى ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، بص الدنيا كلها عامله ازاي بقى. بصوا متكركبه. انا قبل ما اي حد ينتقد ويقول اي حاجه، والله العظيم المطبخ بيتعمل يوميا. بس زي ما انتم شايفين كده بقى ايه، كل حاجه النهارده علشان ما تعملش النهارده في كل حاجه سداح مداح. زي ما انتم شايفين كده ايه، كل حاجه متكركبه. الثوم على البصل على المواعين على كل حاجه. لازم بقى انزل كل حاجة كده ايه على الارض، والمواعين كلها لازم تتغسل والكلام ده كله علشان المطبخ يطلع فله. طبعا انا جبت بقى ايه الثوم ده، استنيت لما الثوم يرخص. طبعا الثوم كان ب100 جنيه وب120 جنيه، ولو لقيته كمان كان في الثوم الصيني. ما كانش فيه البلدي ده. بس استنيته بقى ايه لما نزل كده 20 و25، وفضلت اجيب بقى ايه بال3 4 كيلو كده مع بعض عشان اخزن الثوم بتاع السنة. التخزين الثوم بتاع السنة ده بصراحة بينفع جدا جدا. طبعا انا جبته ثوم طري مش ناشف، وقلت بقى ايه احطه كده جنب الشباك وانشفه شوية، وبعدين بقى ايه اشيل اللي هو الحاجات اللي فيه دي. ارميها. القشر اللي هو والحاجات كده اللي فيه مش فاكره اسمها ايه. آه، وبعد كده بقى الزعزوع اللي فيه والكلام ده كله. بعد كده بقى ايه، افصصه واشيله بقى ايه اخزنه طول السنه. ففضلت كده ايه كل ما انزل اجيب بال4 5 كيلو، اجيب بال4 5 كيلو قبل ما يغلى. ده الموسم بتاعه، وعايز اعرف بقى مين بيعمل كده كمان يعني زيي. لان هو لما بيكون متفصص بره وكده فبيبقى بقى ايه مش مش رخيص، يعني بيبقى غالي قوي، بيتباع غالي. فقلت بقى اتسلى فيه يعني واحده واحده. بصراحه يعني يا ريت لو عندكم وقت كل مره تعملوا كده، يعني ما تعملوش الحاجه ايه واحده واحده. ما تعملوش الحاجه مره واحده، يعني تعملوها واحده واحده. فاهمين قصدي؟ وقلت بقى ايه، لا ده انا لقيت الاطباق دي عليها تراب وعليها حاجات، لان انا اصلا كده كده قلت لازم اقلب المطبخ. بس قبل ما اقلبه لازم ارش بتاع كده كنت جايباه للهاموش. كان عندي هاموش كتير، واكتشفت بقى ايه ان الهاموش كمان بيكتر على الدهون. يعني حتى انت لو مسحت الارضية ومسحت المطبخ والكلام ده كله هتلاقي اصلا بيكتر على الدهون. فقلت بقى ايه، لا انا هشيل ده كله واعمل بقى ايه المطبخ، شيل الدهون والكلام ده كله. وكمان انا جايبه ماده دهون جميله 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 بصراحه، يعني ايه هي عجباني جدا. هستخدمها دلوقتي ايه واوريها لكم. بصوا بقى انا شلت الشفاط كده وفضلت بقى ايه اغسل فيه، كان مليان اصلا تراب. وكمان انا عندي الهوا حلو في، يعني الشفاط يعني مش بستخدمه ايه على طول كل شويه. انا بستخدمه بس ايه مش كل شويه. هنا بقى ايه، حطيت مادة الدهون كده ايه وفضلت بقى ايه بالليفة. فضلت امسح، وبعد كده بقى يبقى بنشف الألمونتان كله بصراحة.
بصوا بقى ايه، وفضلت بقى ارش الحاجات اللي فوق، وبشيل بقى الهاموش كمان بيبقى عشان السقف بيبقى فيه دهون والكلام ده كله، مع اني بفتح الشفاط والهواء والكلام ده فبيجي عليه. بص هي دي بقى ايه مادة الدهون اللي انا قلت لكم عليها، جميلة جدا جدا جدا. عايزة بقى يعني بصوا في منها المضروب وفي منها الاصلي، عايزة احط لكم بقى ايه اسمها في صندوق الوصف. جميلة جدا جدا جدا، يعني بتشيل اي دهون من اي حتة. طبعا ايه انا حطيت منها كده ايه في الباستيلا دي، حطيت بقى ايه شوية صابون كده وشوية حاجات ومادة الدهون. طبعا اعمل غباء يعني رحت عملت بايدي، مكنتش عارفة يعني في الاول ان هي تبقى جامدة اوي كده. فقلت بقى ايه اروح البس الجوانتي، مع ان الجوانتي ده وحش جدا والله العظيم، عايزه اغيره اصلا. عايزه البس الجوانتي اهو زي ما انتم شايفين، لبست الجوانتي. وقلت بقى ايه لا انا هعمل بمادة الدهون. عايزه اقول لكم كلت ايدي والله العظيم، كلت ايدي خالص. وطلعت كده بقى ايه على الرخامه زي ما انتم شايفين، وفضلت بقى ايه هعمل في المطبخ كله حبايب قلبي. بصوا بقى ايه فضلت اعمل في المطبخ كله كده. عايزه اقول لكم بتشيل الدهون بطريقه، بس هي ايه يعني عايزه يعني مثلا حاجه كده زي الالمونتين عشان اللون ما يطلعش ولا اي حاجه، يا دوبك تعملوا بيها وبعد كده تمسحوا على طول. تكون معاكم بقى ايه فوطه كده نضيفه ولا حاجه، وتطلعوا كده ايه الماده منها. تمام. عايزين ترشوا ميه تمام مفيش مشكله، بس رش الميه على الالمونتين كل شويه غلط يا جماعه، لان هو بيفك الالمونتين من بعضه، فغلط جدا. فاعملوا بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، بس طبعا كل واحد برضو على حسب المادة يعني الاول او الحاجة اللي بيحبها. انا بقول لكم على تجربتي يعني، بصراحة دي نفعت معايا جدا يعني وعجبتني جدا جدا جدا. يلا بقى مستنيين ايه اللي وصل لحد دلوقتي الفيديو لسه مكمل معايا، ما ينساش يعمل لايك ويكتب لي كومنت ان هو وصل للدقيقة كذا من الفيديو. ماشي يا جماعة، يا ريت تكتبولي كده. فكمان الحاجات اللي انا حطاها فوق المطبخ دي كلها عايزه كنت شلتها، بس شلتها بقى ومسحت من فوق كده عشان التراب والكلام ده كله، وبعد كده بقى ايه حطيتها مكانها. فزي ما قلت لكم الثوم عايزه يعني كل ما ينشف كده افصصه واخزنه بقى ايه في الفريزر، احطه في كيسه جوه كيسه او احطه في علب كده جوه كيسه عشان بس الريحه بتاعته بتبقى قويه جدا. وبعد كده بقى ايه اخزنه في الفريزر. هوريكم برضو طريقه حفظ الثوم بتكون ازاي. بصوا بقى ايه ماده الدهون برضو ايه انا بستخدمها برضو في كل حاجه، هتلاقيني حتى مستخدماها في الشباك ده. بتشيل الدهون والحاجات اللي فيها صدى والكلام ده كله، بتفرق جدا يعني. تمام. زي ما انتم شايفين بصوا بقى ايه، بصوا عايزه بقى ايه اطلع فوق كده، عايزه اشيل الحاجات دي وعايزه اطلع فوق كده وارش بقى ايه منها على الشباك بتاع المطبخ. في ناس كتير قوي بيقولوا لي احنا مش عايزين مونتاج في الفيديوهات، والله العظيم هو يا جماعه ما بحطلكوش مونتاج في الفيديوهات خالص. اصور لكم بصوا الفيديو بكل حذافيره بصوا بكل حاجه فيه بصور لكم الفيديو. فزي ما انتم شايفين كده بقى ايه كل حاجه في الفيديو بصورها لكم بكل حذافيرها. بصوا اصلا بتبقى فيه دهون كده من تحت كل رف وتحت الرفوف والكلام ده كله، خدوا بالكم منها ان الدهون دي يا جماعه لازم تتشال، اللي هي تحت الرفوف دي كلها ما تسيبوهاش بيتراكم عليها برضو الهاموش والكلام ده كله. كمان احنا داخلين على الصيف، يعني عايزه اقول لكم ان هتبقى في كميه هاموش او نمله والكلام ده كله،
برضو بتبقى في مواد كده ليهم، في حاجات انا جربتها للنمل والصراصير والحاجات دي كلها. الحاجات دي كمان بتكتر في الصيف وبتكتر في المطبخ. آه الحاجات دي كلها يعني ايه برضو عن تجربة، هسيبها لكم في صندوق الوصف اسمها ايه وازاي تعرفوا الاصلي من المضروب والحاجات دي كلها. تمام. بس اهم حاجه نظافه المطبخ يا جماعه، ان انتوا ما تسيبوش المطبخ كده الحاجات فيه تتراكم. انا سايبه الحاجات دي كده قدامكم علشان بعملها، يعني انا اللي مطلعاها بعملها وبغسلها كلها، فاهمين قصدي؟ فلازم الحاجه تتغسل اول باول والمطبخ ينضف اول باول، يتنضف، وعلشان الحاجات دي كلها ايه ما تجيش عليه كده، والدهون والهاموش والحاجات دي كلها بتتركم، لان الهاموش والصراصير والحاجات دي كلها لما بتكون في المطبخ طلوعها بيكون بصعوبة. بصوا بقى يا جماعة، انا بقى ايه عايزة بصوا بقى ايه، انا غسلت اللي هي بتاع الحمرا اللي هناك دي المصفى، رحت غسلت الاطباق عليها، او قلت بقى اصفي كده الاطباق واسيبها بقى عليها. بصوا دي بقى ايه مادة الدهون، مش فاكرة كان اسمها كارجاس ولا ايه. بصوا بقى ايه بحطها كده على الشباك، المادة كده ايه بتبتدي ان هي ايه تاكل في الدهون كلها. بسيبها يا دوبك نص دقيقة كده او ربع دقيقة ولا حاجة، وببتدي ان انا ايه ادعك فيها. وهطلع بقى ايه كده فوق كده، اطلع على الكرسي ده بيزحلق، مشكلته انه بيزحلق والله. انا عايزه اجيب كرسي تاني اصلا المطبخ. هطلع كده بقى ايه وابتدي ان انا امسح باقي الدهون. الجوانتي خنقني جدا، تعبني بصراحه يعني. بص بقى ايه المطبخ كده، بص دي بقى المادة اهي بتبتدي ان هي ايه تاكل في الشباك كله. هبتدي بقى ايه بالسلك كده والصابون، وافضل بقى ايه ادعك فيها كده. او جربت الاول كده بالفرش، بس طبعا يعني كانت تجربة سيئة، استغبيت جدا. اللي انا جربت كده بالفرشة بتاعت البلاط، السلك كانت قطعة مني، قلت استسهل يعني، بس ما حدش يعمل كده يا جماعة. التجارب السيئة برضو الواحد برضو ما بيتكسفش منها، دي هو بيتعلم قدامكم يعني. انا كان ممكن اقص اللقطة دي، بس انا قلت لا احطها في الفيديو علشان اوريكم برضو ايه ان انا بتعلم، ومحدش يعني ان هو يجربها. بصوا عشان تتأكدوا ان الفيديو بدون مونتاج يعني، بوريكم كل حاجة. فمش هتنفع اصلا. بصوا بقاوح برضو بقاوح برضو، مفيش فايدة فيا. فعملتها بقى ايه كده، ايوه، اول ما زهقت عملتها كده بالسلك زي ما انتم شايفين. بصوا بتطلع كل حاجة، بتطلع كل الجلخ، بيظهر ان هو كأنه جديد يعني. وبس بقى يا حبايب قلبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ووصلنا كده لنهايه الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني بقى في فيديو جديد يا حبايب قلبي. وتنسوش الانتساب. بحبكم كلكم.